نروح إلى برنامج آخر، وهو برنامج مذيعكم. هذا البرنامج اللي كنت انت منشط لهذا الحصه المميزه اللي راهي تلقى تفاعل كبير جدا من قبل سواء طلبه الاعلام والاتصال او المشاهدين، يحاولوا من خلالها انهم يبينوا وجهه نظرهم في الاعلاميين المستقبليين الذين سيظهرون على مختلف الشاشات. 6 مترشحين الآن رانا نستناو في الفائز النهائي منهم بلقب يوم الأربعاء إن شاء الله، ويحظى إن شاء الله بالميكروفون الذهبي. هذا العدد ترقبوه كما قال لكم لطفي يوم الأربعاء إن شاء الله. يوم الأربعاء راح يكون الختام إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. برنامج آخر هو برنامج كاش أو سبلاش، اللي أيضا حقق تفاعل على مختلف المنصات مع الزميل الإعلامي عمار الشندالي. العدد هذا اللي كانت فيه بطلة مسلسل بنات المحروسة اللي عرض على شاشة الشروق في رمضان المنصرم، كانت هي اللي دارت الباز كما نقولوا، أحدث تفاعل كبير. ليديا شبوط كان معها خساني أيضا، كانوا عدة ممثلين حضروا في هذا العدد. مام يمنى كانت يمنى حاضرة ثاني. هذا العدد أعادت فيه غناء أغنية انت سبابي لفنان كادر جابوني، ولقات تفاعل كبير من قبل المتتبعين. برنامج آخر اللي حدث صدى على منصات التواصل الاجتماعي أقول، ويبث حاليا مازال الآن يبث، وهو برنامج تضحك تخرج. العدد اللي لقى تفاعل كبير هو لما أحضر الممثل محمد خساني بنت يمنى لهذا العدد، وحاولت أنها تصطنع وتكون وترتجل على مسرح تضحك تخرج، ولقى تفاعل كبير، وكانوا العديد من الفنانين حاضرين. يمينة ضحكتهم كامل. هنا حبوا يقدموا نوع من التشجيع لهذه الموهبة الصغيرة على أمل وراي خلاص هي بدات تصير في خطى ثابتة في التمثيل. شاركت معه في السيت كوم.